كنت مرة بدي محاضرة عنوانها براندنج will die soon، يعني البراندنج هيموت قريب. طب ايه البديل؟ ايه الحاجة اللي طلعت مكان البراندنج؟ حاجة اسمها براند اكسبيرينس. يعني ايه؟ يعني انت كماركتير مش بس هتفكر في الايدنتيتي والكالر والثيم بتاع البراند والكامبينز اللي انت بتعملها، لا، انت ازاي تفكر ان البراند ده عبارة عن اكسبيرينس. لان البراندنج هو الثوت او الصورة الذهنية عن المنتج او الخدمة بتاعتك في دماغ العميل. فبالتالي علشان تكون صورة ذهنية كويسه وتبقى بوزيتيف براند اكسبيرينس، المفروض ان انت كمان تبقى باصص على الفلو بتاع الكاستمر بتاعك او الكاستمر جيرني، سواء كنت بتقدم خدمه او برودكت. طيب الكاستمر جيرني دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفلو بتاع الكاستمر بتاعك من اول ما بيسمع عن المنتج او الخدمه لحد ما بيشتريها، ولحد كمان الافتر سيلز، يبقى بري واثناء الشراء وبوست، يعني قبل واثناء الشراء وبعد. فبالتالي انت لما تشوف الفلو ده بتاع الكاستمر جيرني بتاعك هتعرف تايدنتيفاي حاجه اسمها التاتش بوينتس. التاتش بوينتس دي هي نقطه تلاقي العميل بالبرودكت بتاعك في اي مرحله من الثلاث مراحل دول. فلما تحط فيها جود اكسبيرينس، فبالتالي انت هتدي فول بوزيتيف براند اكسبيرينس. فلازم الاول تشوف الجيرني بتاعتك في البري والبيرتشس والبوست بيرتشس علشان تعرف فين التاتش بوينتس، وتقيم ادائك از براند في كل تاتش بوينت عامل ازاي، فتطور من اداء التاتش بوينت دي. فبالتالي انت كده بتعمل هوليستيك كونسبت، هوليستيك بوزيتيف براند اكسبيرينس.